لما الشركات الصينية بتخش في أي حاجة جديدة اعرف على طول إن هي بتعلم على السوق اللي بتخش فيه. فما بالك بقى يا صديقي لما الشركات الصينية دي تخش عندك سوق المجال بتاع الذكاء الاصطناعي، ألا وهو ال AI. وال AI اللي أنا هكلمك عنه النهاردة مش مجرد تطبيق ومش مجرد ابلكيشن نازل في موبايل، ولا مجرد حاجة كده في موبايلك إن أنت تشيل فلان من صورة ولا تحط فلان على صورة ولا حتى تولد إيموجي زي ما كل الموبايلات الجديدة نازلة بتهبد. إنما الحرب اللي شغالة دلوقتي اشتغلت دايركت على أمريكا، واشتغلت دايركت على شات جي بي تي، واشتغلت على الجيميناي. تعال النهارده اكلمك عن موضوع مهم جدا وتطبيق قالب العالم كله، الا وهو الديب سيك، وده الذكاء الاصطناعي الخاص بالصين. بس مش بالصين بس يا صديقي، ده خاص بالعالم كله. يلا ندخل في الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعال. اهلا وسهلا بالتطبيق الجديد اللي حديث العالم كله، مفيش دولة في العالم تقريبا ما بتتكلمش عنه، الا وهو تطبيق الديب سيك اللي انا كلمتك عليه. بالبلدي كده ده التطبيق اللي زي الشات جي بي تي بالظبط، بس اللي بيخص دولة الصين، الحكومة الصينية. بس اللي انا هكلمك عنه النهارده كلام هيصدعك، هيخليك تبص للتطبيق ده ان الصين جايه في مرحله كبيره جدا. الديب سيك كان موجود من فتره كبيره شويه، بس ما كانش حد يعرف عنه حاجه. انما الصين نزلت اصدار جديد للتطبيق ده اسمه R1. والغريبه ان الاصدار ده ما صرفش على الشركه كله على بعضه اكتر من 5 مليون و600 الف دولار بالظبط. فانت بالنسبه لك لما تسمع الرقم ده ممكن يكون بالنسبه لك كتير، بس اللي انت ما تعرفوش ان 5 مليون و600 الف دولار ده صفر على الشمال جنب الارقام اللي شركه شات جي بي تي بتصرف. شات جي بي تي بتصرف مليارات الدولارات عشان خاطر تجيب لك الحاجات اللي انت فرحان بيها لما بتطلبها من شات جي بي تي، سواء فويس او كتابيا. فانت كده بتتكلم في صفر على الشمال. بس ايه هو التحديث ده وعمل ايه في الابليكيشن ده؟ التطبيق ده ايه اللي حصل وعمل ايه في التطبيق ده؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ التطبيق ده زي ما قلت لك كده في اول الفيديو ان بقى هو حديث العالم كله، وقدرت شركة ديب سيك الصينية ان هي برقائق من البروسيسور القديمة التابعة لشركة انفيديا ان هي تخلي التطبيق ده في البحث فوق ما انت تتخيل. اسمع معايا الرقم اللي هقوله لك للكلمات المفتاحية. ويعني ايه كلمات مفتاحية؟ يعني لما انت تيجي تسرش عن حاجة معينة على الشات جي بي تي بتقول انت بتسأل على واحد اتنين تلاتة فبيجيب لك الإجابة. هي دي الكلمات المفتاحية. فتعالى كده اسمع معايا الرقم بتاع الكلمات المفتاحية اللي التطبيق ده شغال بيه، وبعد كده هقول لك الكلمات المفتاحية اللي شات جي بي تي بجلالة قدره شغال بيه. وبلس على كده كمان ان التطبيق ده مجاني كله، يعني لو جربت 50 محاولة مجانية مش هيقول لك اي حاجة. اما عشان تاخد الامتيازات دي في تشات جي بي تي فانت لازم تاخد النسخة بتاعت النسخة المتطورة ام فلوس، اللي هي مش هتقل عن 200 دولار تقريبا اشتراك. انت عندك في شات جي بي تي 570 مليار كلمة مفتاحية. كلمة مفتاحية 570 مليار، فالرقم يخض. ده بالنسبة للشات جي بي تي. اما بالنسبة للديب سيك يا صديقي فانت عايزك تركز في الرقم اللي هقوله لك ده عشان هتصدع. 14.8 تريليون رمز. 14.8 تريليون رمز. تريليون ألف مليار، مليار ألف مليون، 14 تريليون رمز. فتقريبا كده لو انت كتبت عن حاجة انت ممكن ما تتخيلهاش في التطبيق ده هتلاقي حلها، وهتلاقي البحث اللي انت بتدور عليه بحذافيره. فدي في حد ذاتها بالنسبة لأمريكا مصيبة سودة. لو مش مصدقني فأحب أقول لك يا صديقي إن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب اتكلم عن الديب سيك في مؤتمر قدام الناس كلها ولايف وعلى الهوا، وتقدر تعمل سيرش بالكلام اللي أنا بقول لك عليه ده. وقال لك إن الشركات الصينية وشركة الديب سيك قدرت إن هي تزعزع الفكر الأمريكي خاصة في الذكاء الاصطناعي، والنعار على دولة زي أمريكا بالعلماء بتاعتها إن الصين تطلع تعلم عليهم. بالبلدي كده أنا بقولها لك، بس هو كان بيتكلم بطريقة شيك شوية وقال لك إن إحنا بلد العلم وبلد العلماء وما ينفعش اللي بيحصل ده. تعال أكلمك على الخسائر اللي حصلت في الشركات العالمية زي مثلا انفيديا اللي هي استعملت
رقائق البروسيسور بتاعتها القديمة أصلًا، شركة انفيديا خسرت في أسهمها في البورصة 17%، وشركة مايكروسوفت خسرت 2.1% بسبب الهجوم الشرس على التطبيق الجديد بتاع الديب سيك. جرب تنزل التطبيق وجرب تشتغل عليه، وقول لي في التعليقات والكومنتات او في الرسائل حتى فعلا التطبيق ده قدر ان هو يخدمك في اللي انت عايزه ولا لا. انا واحد من الناس جربت التطبيق ده، بيشتغل بطريقه سهله جدا وسريع جدا، ومفيش حاجه تقريبا طلبتها منه ما عملهاش. ممكن لو انت بتفعل الاكونت جديد عليه ممكن تلاقيه مثلا في لاج، او ممكن ما يقبلش ان هو يعمل لك اكونت. ده عشان التطبيق معرض لهجوم شرس جدا من امريكا، بس ممكن مع الوقت تقدر تعمل عليه اكونت. انا عن نفسي عملت عليه الاكونت واشتغل، بس كان مزعج شويه على ما عرفت اشغل الاكونت بتاع التطبيق ده. بس انا بقول لك التطبيق ده هيفيدك في شغلك جدا، وهيخليك في حته تانية خالص. تابعني يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول بنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. اي استفسار بالاسعار وحركه السوق هتلاقيه على موبايل تيربو. تابع الصفحه دي برضو هتفيدك. حابب تشوف فيديوهات منسقه تحت بعضها بعناوين هتلاقيها على اليوتيوب تشانل. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ان شاء الله. استنى رسائلك على انستجرام. اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.